بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي. وتعالوا كده عندي يا حلوين، شوفوا ماما أحلام عاملة لكم إيه النهارده. زهقنا بقى من الفراخ المشوية والفراخ المقلية والفراخ الصينية. تعالوا نعمل حاجة النهارده جديدة عشان دخلت رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وبناتي يغيروا كده، ما يفضلوش ثوابت على حاجات والناس تمل منها، وجوزك وولادك يملوا من الأصناف اللي أنت بتعمليها ويطلبوا من بره. اشتغلي أنت في البيت وشوفوا وصفات ماما أحلام النهارده واعمليها. بسم الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، بس الصينيه سخنه مش عارفه امسكها. شوفوا يا ولاد الجمال تفاصيل الصينيه. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، طعمها خطير خطير خطير. انا عملتها قبل كده بنوته حلوه زي اللي بيتفرجوا على الفيديو النهارده وعجبتها قوي قوي. كانت طالبه برضو حاجه مختلفه عشان جوزي بيحب الحاجات الجديده. عملت لها هنشوفها مع بعض كل تفاصيلها وتقولوا رايكم فيها ايه. بسم الله ما شاء الله بالف هنا لاصحابها. بسم الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بألف هنا لأصحابها. عايزة أقول لكم دي نص فرخة، تمام؟ النص فرخة بتاعتنا دي صغيرة مش كبيرة، بس عملناها النهارده بطريقة وتتبيلة تحفة بره الخيال. هتشوفوها تعجبكم قوي إن شاء الله. تعالوا أقول لكم بقى التفاصيل بتاعتها. تعالوا ندخل جوه الفيديو. أنا جايبة هنا شتلات بناخد منها أي أعشاب عطرية عايزين نشتغل بيها، تمام؟ فعندي الريحان طبعا بقطفه من زرعته. الريحان مش اساسي معاكي، لكن اساسي معايا النعناع والكزبره والبقدونس. اقدر استغنى عن الريحان عادي جدا. في حاجتين في الوصفه هنا ممكن نستغنى عنهم زي الريحان، والثانيه لما نيجي عندها هقول لكم عليها. طبعا النعناع الاخضر كمان عندنا واخدينه من الارض على طول، من الارض المستهلك عادي، مش محتاجين نقطعه لان احنا نحطه في الكعب. فهنعمل كده اهو دلوقتي. تعالي يا حلوه انت يا جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كوبايه الزبادي الحلوه دي، وديت ربع كوبايه زبده سايحه، عليها عصير 3 ليمونات كبار، خل ابيض معلقتين، زيت، ريحان مع النعناع الاخضر ضفناهم هنا، وهضيف كمان بقدونس وكزبره. دول مش اختياري بقى، يعني الريحان عندي هو الاختياري بس، هو والكريمه اللباني، لكن الكزبره الخضراء والنعناع والبقدونس اساسيين، تمام؟ معلقه الكريمه اللبانيه زي ما قلنا اختياري، ممكن تستبدليها بوش اللبن مثلا. والزبده لو مش حابه الزبده ممكن تستبدليها بزيت زيتون، لان هي الوصفه بتحب يكون فيها شويه دسم ودهون. ممكن تستبدليها بزيت زيتون او تستغنى عنها لو عايزه. بهارات فراخ ومرق الدجاج وثوم وبصل بودر وفلفل اسود وكركم كاري وملح. وهنضرب الكلام ده كله بقى بخلاط بهاند بلندر بالمتاح عندنا. ثوم مفروم، سن ثوم بسيط كده. اضرب ده وارجع لكم تاني. معاك خضار. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه السكر دي اختياريه للخضار بس، غير جربيها قبل اي حاجه على الخضار. موضه مفيش حرقان، اي اكل فيه صلصه في حاجه مفيش اي كلام من ده، تمام؟ احنا الصلصه الخضار شويه ايه سكر. وبعد كده هناخد من التتبيله بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلبها كويس جدا مع الخضار. احنا طبعا عايزين نغير وصفاتنا الثابته ونعمل حاجات جديده في رمضان علشان تعمليها. ماشي. وخدي بقى الريحان من عندنا، ماشي، والنعناع الفريش معانا. على ما نجيب الروزماري والزعتر يشتغلوا تاني نبقى نديكي منهم برضه عشان انت حبيبتي. الفراخ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. من تحت الجلد بقى وهتبل كويس قوي 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 جدا. لو الفراخ بتاعتي كبيره واضطر اسيبها زي ما هي فهضطر اقطع فيها تقطيعات عشان يوصل ايه التتبيله مكانها. لكن لو عندك وقت تتبيلي وسيبيها على التتبيله دي فتره فخلاص تمام. اهم حاجه عندي ان انا تحت الجلده بتاعت الفراخ اهي، لو انت عايزه تعمليها بجلدتها. طبعا العميله اللي عايزاها من عندنا عايزاها تفضل زي ما هي وتاخدها زي ما احنا عملنا لها قبل كده اهي. بس طبعا في الاول دلكنا كويس من تحت الجلد، تمام كده؟ كل الفرخه كويس من تحت الجلد. طبعا كل ما هتسيبيها وقت في التتبيله هيكون افضل، زي اي حاجه بتتبل في الدنيا، تمام؟ كسره طبعا عند عظمه الجناح كده عشان ايه هي هتستوي، لكن عشان برضو تبقى واخده كله واخد من التتبيله حتى العظم. يا جماعه لو شفتوا رباب وهي بتعمل لي كده
لو شفتوا اللي انا شايفاه من ورا الكاميرا. بصوا بقى، طبعا حرام وخساره ده اي حاجه من دي تترمي. عايزين يا بنات نغير ايه اسلوب الاكل في حدود المتاح، يعني برضو مش هنقول ايه الوصفه دي لازم فيها كريمه فمش هنعملها، ده فيها ريحان مش لا، اعملي في حدود المتاح عندك هتلاقيها احلى من اللي انا عاملاها 1000 مره. ماشي. طبعا الخضار عندها يسيب سوائل والفراخ هتسيب سوائل، فبالتالي مش محتاجين نحط سوائل. والحلوه دي هنعينها في علبه هنعمل بيها سلطات وهنعمل بيها حاجات ثانيه وصفات مع بعضها، ما فيش اي حاجه تتهدر يا بنات. هاتي لي بس ورقه زبده يا رباب. لا عندنا غطا، دي لها غطا، الغطا الكبير بتاع الحله اللي عندكم. ايوه هاتوه. احنا كده ايه، انا حاطه طبعا فيها زيت وفيها، على فكره نسيت اقول لكم حاجه مهمه، وانا بضرب الخلطه، بضرب المارينيه، ضفت شويه ميه قد دول بالظبط، يعني اقل من ربع الكوبايه ضفته علشان يعني اخلي فيها سيوله شويه بس. هنحطها على النار تغلي، وبعد كده لما تستوي نشوف هنعمل فيها ايه. ورقه الزبده اهي عشان يبقى الاكل بتاعنا صح اهو، وهنا ورقه الالومنيوم. انا بعمل كده ليه؟ عشان انا مبذره خالص، عشان انا عايزه اضمن ان البخار بتاعي ما يخرجش خالص من الصينيه بتاعتي، عشان الخضار يسيب سوائل والفراخ هتسيب سوائل، وانا عايزاه يستوي في السوائل دي، مش عايزه اضيف اي سوائل ثانيه، فعشان كده بحكم كويس. لكن لو الغطا اللي عندك محكم وفري الزبده ووفري النايلون ونشتغل على طول. كده بقى ايه، خلاص هي دخلت في السوا، هنبدا ناخد من التتبيله بتاعتها وندهن وشها كويس علشان نحمرها ندخلها الفرن. طبعا تقدري تستغني عن انك تدخليها الفرن، طبعا دي لو محطوطه في طاجن فخار مغربي هتبقى حوار، هتبقى جامده. يلا احنا كده دهناها اهو بالصوص بتاعها وندخلها الفرن وبعدين كده نطلعها. طبعا تقدري تزودي السوائل بتاعتها عن ما هي دلوقتي، لكن دي هتتاكل عيش فلاحي فعايزينها تكون مسبكه. خلاص بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شوف التفاصيل معايا. طبعا لون الفراخ لون طاجن مختلف لان التتبيله بتاعتنا مختلفه تماما عن اي تتبيله عملتها قبل كده. طبعا انا ما ينفعش ان انا اطلع منها علشان خاطر هي بتاعت ناس، لكن انا مستأذناهم ان انا هصورها، مش هطلع الصور غير بعد ما هم ياكلوا بألف هنا. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله مستويه ودايبه وجميله جدا. طبعا طريقه التسويه هترجع لك مستوى التسويه، يعني هم اصحابها مش بيحبوها مستويه او مهريه، بس انت عايزه تسويها زياده سويها. عيش بلدي بقى او شويه رز بشعريه، مكرونه بيضه. طبعا لو هتاكليها مع مكرونه هتعملي المكرونه ساده بس تسلقيها وتاخديها تشويحه في معلقه زبده، وانسي بقى الحلاوه والجمال اللي في الدنيا كله. بألف هنا، باي طريقه تاكلوها بألف هنا. طبعا رايح معاها طبق السلطه الحلو ده بالبتنجان المخلل، ولسه يروح معاها عيش وطحينه بألف هنا لاصحابها. يا رب يا رب يا رب يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو منتظره تعليقاتكم، منتظره اشتراكاتكم، منتظره اعجابكم. قولوا لي رايكم ايه، كلموني، خدوا وهاتوا معايا. ما ينفعش كده، ما ينفعش انزل الفيديو ولا حدش يقول لي اي حاجه. قولوا حلو قولوا وحش، قولوا اللي انتوا عاوزينه وانا قابله، بس المهم تشرفوني بالاشتراك والاعجاب والتعليق اهم حاجه. وزي ما بيقولوا كده عرفوني انتوا شايفيننا من اي دوله، مش بيقولوا كده برضه؟ تنوروني في القناه اذا كنت استحق وجودكم المشرف معايا. استودعتكم الله، السلام عليكم.